السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدبرات الحبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. مرحبا بكم في قناة خطوات مالية. طبعا فيديو اليوم يمس شريحة كبيرة من مجتمعنا، ربي يكون في عونكم وفي عونهم، وربي يفرج على كل محتاج. وهي حاجة مدوخة، بزاف نساء موظفات ولا شادين ميزانية. ميزانية البيت، كاين اللي يعطيها راجلها مصروف، راتب تتصرف فيه أو مصروف الكوزينة تتصرف فيه. اليوم إن شاء الله راح نطبقوا مع بعض على شهرية 3 ملايين. نفس الطريقة تقدري تطبقيها على 4 ملايين ولا 5 ملايين. الخطأ الأول هو لما تجيك شهرية، أي شهرية 3 ملايين تحسبيها كاملة بلي 3 ملايين، هي ماهيش 3 ملايين إذا كان في كريدي أو دين. مثلا عندك كريدي 700 ألف من حانوت ولا خياطة سالك ولا الله أعلم، معناها تكون مثلا عندك فواتير متراكمة ماهيش خالصة. هنايا كيما نقولوا دراهمك الصحيحة راهي 2.300، 2.300 ماهيش 3 ملايين. إذا كيفاش نحسبوها هنايا؟ كيما قلنا ما نقولوش بلي دخلتنا الخلصة 3 ملايين خلاص هي 3 ملايين، لا بالعكس، قدام لا تدخل من المفروض قدام لا تدخل نحو بجهة الدين تاعنا باه ما ندخلوش ما نحسبوش ما تغرناش هذيك بلي انا خلصنا 3 ملايين كاملة. اوكي هنايا اذا قبل ما تقسمي نحي الكريدي في او الدين تاعك في ورقه باش تفكريه وديري قلب وتتقشفي وتخلصيه. ما عندكش كيف دير، ربي يفك الدين على كل مؤمن يا رب. الدين يا رب، والدين صعب ويعيشك في هم وانت قادره تكوني في امان. النقطه الثانيه وهي نحكو على التقسيم. التقسيم اللي هو 60%، 30% و10%. هنايا 3 ملايين وتنحي منها 1,800,000 الضروريات، هذه إذا كان طبعا ما فيكش الدين. 800,000 للضروريات فيها يعني الخضرة، اللحوم، الخبز، الكوش، الحضانة، الانترنت، وربي يعين اللي عنده الكرية، اللي خلص في الكرية. 30% واللي هي نحو منها 900 ألف، يسموها 900 ألف للرغبات، فيها مستلزمات النظافة تاعك، مكياج، ريحة، حجاب خاصك، تخرجي الأولاد خاصتهم لبسة، باسكات تقطعت، إلى آخره. وكاين 300 ألف اللي هي توفير، هذه اللي هي 10%. هذه نوفروها، هذه ما نمسوهاش، هذه نصبروا عليها، هذه نستمروا فيها. يعني هذه هي الملاذ وهذه هي الأمان المالي تاعك، وهذه هي ممكن مفتاح ثروتك. لما لا؟ وحدة قريبتي قالت لي تحرق لي أشوار وخاصني نشري واحد جديد. ما قلت لها يا ودي عليك ب10% من شهرية؟ قالت لي لا مستحيل، شهرية قليلة. وهي حقيقة شهرية قليلة خاصة كي تعود أفراد العائلة كبيرة، الأولاد ياسر ربي يحفظهم. هنايا كي قلت لها قالت لي شهرية قليلة، وقلت لها ودي جربي برك. جربت من الشهر الأول حطت 300 ألف، شات أشوار، وبقى لها صرف بلا ما تستلف بلا ما تكادي من الحانوت تاع المعين. هنايا هذه المسكينة احتاجته، معناها كانت مبريسية فيه، محتاجته ممكن تخدم به، الله أعلم. كاين بزاف شواح نديروها في الأشوار. هذه احتاجته. واحدة أخرى ما كيما نقولوا قادرة تدسها، اللي تدس هذيك 300 ألف في الأشهر قليلة، قادرة تجيب قطعة من الذهب ولو كاسي. أوكي هنايا كيما نقولوا كيما نقولوا كاين اللي تلمد مبلغ كبير وتشري قطعة صغيرة، غرام كيما نقولوا ولا 2 تاع ذهب، يا ربي منقوشة تاع بنات صغار، منقوشة تاع بنات صغار فيها تلقاي فيها غرام و3 ديسي 800 ديسي، ولا تلقاي كيما هاك معناها هاك شغل سيتو في هذه لوكازيون تاع ذهب هابط. قادرة ما تقوليش ذهب غالي عليا ولا بعيد عليا، قادرة ديري
غرامين غرام، كل مرة تزيدي دسيت 300 ألف من شهريات تجيبي بها. هذا يعتبر استثمار في حد ذاته، يعتبر استثمار خير من الدراهم تاكلها كيسموه شغل تدخريها ما تجيب حتى فايدة، شغل تقل قيمتها. إذا النقطة الثالثة عندنا حيلة السبت. كاين حيلة قالوا عليها الخبراء يسموها حيلة السبت. من مصروف الكوزينة. هذه الحيلة وشني هذه؟ من مصروف الكوزينة مثلا 900 ألف تنحي تقسميها على 4 أسابيع، كل أسبوع تديري 225 ألف، تنحي 225 ألف تصرفيها. كي تكمل لك ما تمسيش 225 ألف حتى السبت الجاي، شغل تصبري عليها تقدي بلي بات بلي الله يسهل تي واش طارتك. تلحق عليها يلحق لك السبت خارجين 225 الزوجة، وهاك حتى الرابع أسبوع كيما هاك تتمكني من أنك ما تطيحيش في 15 في الشهر. 15 في الشهر كاين ياسر اللي يحصلوا فيها، شغل جي شهرية يقسموها منا من هيه منا من هيه، كيجي نص شهر كل شيء يروح، ما يرجعوا الكريدي والحانوت اللي حدا الدار. هنايا كيما نقولوا اللي يبقى لك من 225 هذا اللي يبقى لك صرف صريف يعني مش حاجه كبيره، حطيه في حصاله كيما نقولوا كي يخلصوا كامل. استني السبت الجاي ديري كيفاش تكملي اسبوع اللي يفوت، هكذا ما توصليش للزيرو في نص الشهر. طبعا منين كيما نقولوا النقطة الرابعة هي كيفاش تجيبي 500 ألف زيادة، كيفاش تجينا 500 ألف زيادة من الراتب. هنايا كاين شوية بيزاغ هذه النقطة على البعض، وكاين اللي شاطرة ومحتاجة صح فغي هذه تقدر ديرها. مثلا تروحي تفتحي خزانتك تلقاي 20 جبة، 20 صاك مثلا، حجابات ياسر مازال ملبستيهمش من عام. هنايا تقدري تصوريهم بتليفونك، ما يكونوش معناها مهتريين كما نقولوا بزاف، تصوريهم بتليفونك وتحطيهم في صفحتك في الانستا. واحده تخدم معايا قالتها لي، قالت لي انايا، قالت لي شريت صاك جلد غالي في واحد الوقت ثم شاتو غالي، سيتو ها هو جلدو زين. النقطه هنا نفتحوا قوس، انايا كي جيت نشري فيه صاك في اول سنه كي الدخول المدرسي، نلقاهم فايتين 600 ألف صراحة، نلقاهم فايتين 600 ألف. شغل يبروفيتو لوكازيون تاع الدخول يلهبوا السكان. هذه شفتها انا حقيقة، شفتها هذه الدخول اللي فات العام اللي فات. اذا قلت لك صوراتو وحطت في الانستا، جاتها وحده وشاتو عليها ب 400 ألف، حطاتو ب 400 ألف داتو عليها ب 400 ألف لانه جلد، وجلدك ما عارفين بلي يجي وكيد. مثلا واحدة أخرى هذه تقدروا لها هذه، مثلا تروح واحدة تعجن مسمن تحطه في القهوة، دير بلا مشوشة بلا كروكي، تحطه تتفاهم مع مولا المقهى وتحط له ولا سوبيرات وتحط له كما نقولوا هذه انت واش طارتك تي وذراعك. هنايا تقدري تربحي فيها خيرات ربي، مش برك 500 خيرات ربي، وربي يرزق كل واحد يا ربي. اذا نروحوا للنقطه الخامسه، هي جيبي ورقه وكتبي فيها كل حاجه، ما تنسي كما نقولوا واش صرفتي ولا شحال صرفتي الاسبوع اللي فات. كما نقولوا انا في اسبوع جديد الاسبوع اللي فات تحسبي شحال صرفتي، كيما هاك تعرفي مصرفك الحقيقي. يا لو كان حبات اكرام، يا لو كان الاكرام راك تشي فيه حطيه تعرفي مصروفك الحقيقي شحال وديري عليه منه وجاي. إذا نصيحة مني ليكم أخواتي المدبرات، نصيحة مني ليكم، جربوا هذا التقسيم. وقت فات أنا كما نقولوا جربته أنا ونجح معايا. أبداي هذا التقسيم اللي عطيته لك، وبربي تخرجي من الغرقة، وبشرط الصبر والاستمرارية. نعاود الصبر والاستمرارية، مش تروحي تلميها بعد تاكليها. هاني نهضروا في الأخير. شكرا اللي وصل معايا لهنا. ممكن نقطة من هذه تفيدك في حياتك. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم حبيباتي.